السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من ميجا ستور. جاب لكم النهاردة لابتوب مميز جدا تحت ال 10000 جنيه. البروسيسور بتاعه جيل 8 فئة اتش مش فئة يو. الناس اللي بتحب فئة اتش طبعا بتكره فئة يو، مع ان انا بحب فئة يو عادي. اللابتوب اللي معانا النهاردة تحت ال 10000 جنيه وفئة اتش، الموديل بتاعه اسمه ديل لاتيتيود 5491 اي 5 جيل 8 فئة اتش مش فئة يو. والمفاجأة بتاعته النهاردة ان هو بشاشة تاتش سكرين فول اتش دي، يعني جهاز فئة اتش وكمان شاشة بتعمل باللمس، وكمان سعره تحت ال 10000 جنيه. بس قبل ما ابدا بالحلقه ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. بقدم محتوى جامد جدا بخصوص اللابتوبات الاستيراد خارج. من غير ما نرغي كتير يلا نبدا بالفيديو على طول. اول حاجه هنبدا بيها هو التصميم وشكل اللابتوب. شكل اللابتوب زي ما انت شايف كده البيزنس العادي بتاع شركه ديل، شبه ال 5570 وال 5470 وال 5480 كلهم نفس الشكل ونفس الستايل زي ما انت شايف كده. الخامه بتاعته كلها بتيجي من البلاستيك، بس طبعا مش اي بلاستيك. البلاستيك اللي بيجي الاستيراد خارج غير البلاستيك اللي بيجي داخل مصر اللي هو بيجي من الصين على مصر على طول، غير اللي الصين بتصدره لاوروبا وامريكا والدول الثانيه يعني. عموما اللابتوب شاشته زي ما انت شايف كده بتتفتح 180 درجه اهو لحد الاخر، وده بيدي عمر اطول للمفصله انها تعيش معاك، ما بتتكسرش بسهوله. كمان شاشه اللابتوب ده 14 بوصه بجوده صوره فول اتش دي اي بي اس بالوان تحفه، وطبعا هوريكم جوده الصوره بتاعته طبعا في نص الفيديو. كمان اللابتوب مزود بكيبورد بينور، وكمان في كاميرا ومايك موجودين هنا بدقه اتش دي، كاميرا كويسه جدا هتشتغل معاك كويس في الزوم ميتنج وكده. ده غير ان في ماوسين هنا، دي طبعا مشهوره في شركه ديل من فئه اللاتيتيود، كلها بتنزل بالماوس البوينتر ده، ودي الكليكات بتاعته، وفيها كليكات تحت هنا. طبعا في شركات الاتش بي والحاجات الثانيه بيبقوا لاغين فيها الكليكات دي، في موديلات معينه فيها وموديلات ما فيهاش. الكيبورد بتاعه نازل مش كامل، ما فيهوش ارقام في الجنب لان شاشته 14 بوصه زي ما انت شايف، فمش هينفع انزل لك كيبورد كامل اللي هو فيه كالكوليتور في الجنب مع شاشه 14 بوصه. هنلاقي هنا كمان لوجو اي 5 انتل كور اي 5 جيل 8 8 جنريشن. لو قفلت اللابتوب هتلاقي اللوجو هنا باللون الفضي، ودي طبعا الفئه اللي بعد الجيل السادس. كل السابع والثامن والتاسع والعاشر كلهم اللوجو ده بقى فضي بدل الاسود. هتلاقي الحته دي بس الوحيده اللي معدن في اللابتوب هي والكفرات دي. في الجنب هنا هتلاقي مخارج اللابتوب، هتلاقي مخرج للسماعه هنا لو انت عايز توصل سماعه خارجيه، ومكان اليو اس بي 3، وده مكان لشاشه كمبيوتر لو عايز توصل شاشه كمبيوتر عليه، وده مكان القفل بتاعه اللي هو لما بيتحط في المحلات بيعملوه هنا بقفل. هتبص من ورا هنا هتلاقي مكان اللان اللي هي الكابل النت. معظم اللابتوبات الحديثه دلوقتي ما فيهاش كابل نت، وده مكان التهويه بتاعته. وكمان في مكان لخط. مكان الخط ده طبعا على حسب هو فيه كارت وان او لا. مش كل اللابتوبات فيها كروت وان وايرلس، موجود فيها كارت الواي فاي العاديه، بس كروت الوان دي اللي هي المسؤوله عن الشريحه. في لابتوبات بتنزل فيها ولابتوبات بتنزل ما فيهاش. كمان ده الاتش دي ام اي برضه لو عايز تقعد على شاشه كبيره او بروجيكتور، ويو اس بي 3 تاني. ومكان هنا الشحن بتاعه سوكت عادي. في الجنب التاني هتلاقي مكان لتايب سي، وغالبا بيشحن تايب سي برضه، بس الشحن التايب سي بيبقى غالي شويه. وكمان في يو اس بي 3 تاني، ومكان الاس دي كارت اللي هي كارته الميموري. هتبص من ورا هنا هتلاقي برضه فتحات تهويه لللابتوب، ده فتحات تهويه للاتش اس دي وفتحات تهويه للبروسيسور والفيجا. وده مكان السماعات بتاعته، سماعات موجوده من تحت هنا صوتها ما شاء الله قوي، بتبقى محطوطه كده عشان الصوت بيطلع، ده زي مضخم للصوت لما تطلع من تحت هنا. بس يا سيدي ده الشكل العام لللابتوب. الشكل النهائي بتاعه لونه اسود زي ما انت شايف كده، وشاشته 14 بوصه. ودلوقتي جه ميعادنا ان احنا نشوف المواصفات الداخليه لللابتوب ده. هنشغل اللابتوب ده وندوس بسم الله. طبعا الكيبورد نور معانا زي ما انت شايف كده. بالمناسبه الكيبورد ده ينفع تحفر عليه عربي لان الكيبورد بتاعه بينور، وخامته كويسه في الطباعه بتاعه الليزر، بتدي شكل كويس. وكمان كل الحروف سواء عربي او انجليزي هتنور معاك بدل الاستيكر والحاجات دي. عشان نجيب مواصفات اللابتوب ده انا عودتك قبل كده اللي انت بتدوس ويندوز واكس وحرف التي، ده بيجيب لك التاسك مانجر. المره دي هجيبها لكم بطريقه مختلفه شويه عشان ده تاتش سكرين وانا بحب استخدم التاتش بتاعه. هنقلب اللابتوب كده عشان يجي بالكاميرا اللي فوق. هندوس هنا على ماي كمبيوتر ضغطه طويله، ده الكليك يمين بتاعه. هتدوس هنا كده بروبرتيز، هتلاقي هنا بروسيسور انتل كور اي 5 8400 اتش 2.5 جيجا هرتز، وده بيوصل ل 4 جيجا هرتز. انستولد رام ده رامات 8 جيجا. عشان نجيب تفاصيل دقيقه بقى للمواصفات هتقفل دي كده من الاكس، وتدوس هنا ضغطه طويله اللي هو كليك يمين، وتختار كلمه تاسك مانجر. تاسك مانجر دي هتختار منها بيرفورمانس، وتخش على كلمه اسمها سي بي يو. هيجيب لك هنا انتل كور اي 5 8400 اتش. هنا الكور بتاعت البروسيسور نازل ب4 كور و8 لوجيكال بروسيسور. ده بروسيسور قوي جدا في البرمجه لو انت عايز حاجه للبرمجه تكون عاليه وبرده ما تاثرش معاك في المستقبل. حاجه من فئه اتش وتكون جيل 8 اقل حاجه عشان تدعم ويندوز 11 شرعي. هنجيب هنا ميموري اللي هي الرامات، وهنلاقيها رامات 8 جيجا من نوع دي دي رام 4. هنا سلوتس يوزد 1 اوف 2، يعني ده في مكانين للرامات، ممكن تركب كمان رامه جنبها 8 او حتتين 16 لو
لو انت عايزه 32، وده الباص بتاعها 2666. هنجيب هنا الديسك اللي هو الاس اس دي، اس اس دي 256 جيجا، والجي بي يو بتاعه اللي هي كارت الشاشه، وده طبعا معاه كارت شاشه مدمج اللي هو كارت الشاشه انتل يو اتش دي جرافيكس 630، وده كارت كويس برده نوعا ما، بيشغل العاب متوسطه وبيشغل برامج فوتوشوب والاستريتور واوتوكاد، وطبعا هنجرب البرامج دي عليه في نص الحلقه. بعد ما شفنا مواصفات اللابتوب الداخليه، هقول لك على حاجه تجرب بيها التاتش سكرين. لو انت عايز تختبر التاتش وانت بتشتري اللابتوب، هتدوس هنا تقفل دي اكس كده وتعلم بايدك كده لحد الاخر زي ما انت شايف كده. لو التاتش ده فصل معاك في النص، ده يبقى التاتش فيه مشكله، لان التاتش بيبقى خطوط طول وخطوط عرض. لو انت عايز تجرب التاتش بتختبره ازاي، بتحط ايدك هنا وتسحبها لحد الاخر عشان تجيب كل حواف التاتش. ما شاء الله شغاله كويس. لو التاتش فيه مشكله هتلاقيها قطعت معاك كده في النص، هتلاقي خط فيها فيه مشكله، فانت طول ما انت بتسحب كده وتوصل معاك للاخر هتلاقي التاتش شغال معاك كويس. او تاخد ايقونه زي ما انت شايف كده وتسحبها في كل الحروف كده. شاشه اللابتوب ده من نوع اي بي اس اللي هي تقدر تشوفها من اي زاويه بجوده صوره فول اتش دي، الوانها كويسه جدا. معظم الشاشات التاتش بتنزل كريستال اللي هي لميع شويه مش مطفيه زي التي اف تي، دي شاشه لميع وبرده تقدر تشوفها من اي زاويه، وكمان فيها اوبشن تاتش سكرين وممكن تقفله وتفتحه زي ما انت عايز. لو انت مش حابب التاتش ممكن تعمل له ديسيبل من جوه الويندوز. كمان الميزه في اللابتوب ده ان التاتش بتاعه لو اتكسر لا قدر الله تقدر تغير الشاشه سواء تاتش او عاديه، لان ده فريم زي ما انت شايف كده، ده فريم شاشه. معظم التاتشات اللي ملهاش قطع غيار بتبقى تاتشات مصمطه لحد الاخر كده بازاز، ما فيهاش الحواف البلاستيك دي. طول ما اللابتوب فيه حواف بلاستيك كده، دي معناها ان انت تقدر تشيل الكفر ده وتغير الشاشه دي سواء تاتش او الشاشه عاديه. انما اللابتوبات اللي هي بتبقى التاتش بتاعها لحد الاخر كلها لوحه ازاز كده، دي صعب قوي في تغييرها، ممكن تغير نص كامل. فده الميزه فيه ان انت تقدر تغير الشاشه دي بشاشه عاديه لو لا قدر الله اتكسرت او اي حاجه. ثانيا خامتها بتبقى خامه اتقل من الشاشات العاديه، زي ما شايف كده انا بخبط عليها بقلب جامد وما شاء الله بتستحمل الخبطات الثقيله. بعد بقى ما شفنا المواصفات الداخليه للجهاز ومخارج ومداخل بتاعته، دلوقتي جه ميعادنا اننا نفتح اللابتوب من جوه ونشوف فيه كام بنك رام، بيشيل كام هارد، شكل البطاريه بتاعته، كارت الواي فاي والتبريد بتاعه عامل ازاي. بس قبل ما نفتح اللابتوب من جوه ما تنساش تدعم لي اللايك واشتراك في القناه، اكيد انا بتعب عشان اقدم لك محتوى شبه ده، ما تبخلش عليا باللايك بتاعك الجميل والاشتراك. ويلا بقى نفتح اللابتوب من جوه ونشوف فيه ايه. هنعمل شات داون لللابتوب، وعشان نعمل شات داون باسرع طريقه هتدوس كنترول واكس حرف يو، هتلاقي اللابتوب بيعمل معاك شات داون زي ما انت شايف كده. هنقلب اللابتوب على ظهره كده ونقفله ونجيب المفك الظريف بتاعنا، مفك صليبي عادي بتاع اي لابتوب. هتبتدي تفك المسامير كده بسم الله. وفكينا اللابتوب من جوه زي ما انت شايف كده. الله اكبر، اللابتوب فعلا حالته نضيفه جدا مع انه مستعمل، وبرده ده جيل 8 يعني من 2018 او 2019، يعني اللابتوب بقاله حوالي 6 7 سنين وما شاء الله محافظ على حالته. طبعا اللابتوبات اللي بتيجي جديده لمصر هنا خامتها طبعا في خلال سنه او سنتين بالكثير بتلاقيها متبهدله جدا. ما اعرفش ده سوء استخدام المصريين ولا الخامات اللي بتروح لاوروبا وامريكا بتبقى خامتها اعلى، ده طبيعي طبعا. لو بصيت هنا هتلاقي مكان الاس اس دي بتاعه، هتلاقي ام دوت 2 راكب هنا، ممكن طبعا تركب ام 2 او ان في ام اي عادي، الاثنين بيشتغلوا عليه كويس. وده مكان للاتش دي دي. العيب في اللابتوب ده ان هو بيشيلش هاردين، بيشيل هارد واحد بس، يا ده يا ده. لو انت عايز تركب اتش دي دي بتضطر تركب فلاته هنا وتشيل ده خالص وتركب اتش دي دي هنا، او تشيل اتش دي دي وتركب اس اس دي ام 2 زي ما انت عايز باي مساحه، ب 56 512 او تيرا. ودي البطاريه بتاعته 68 واط، متوسط الوقت بتاعها من حوالي ساعتين الى 3 ساعات طبعا على حسب الشغل بتاعك. كمان الرامات بتاعته ايه، رامات 8 جيجا حته واحده، ممكن تركب بدل 16 او تركب حتتين 16 جيجا، بيقبل معاك رامات لحد 32 جيجا. دي مروحه التبريد بتاعته، وده البروسيسور هنا، ودي الفيجا بتاعته. طبعا الفيجا دي من غير التبريد لانها فيجا انتل، فيجا مدمجه. السخونيه بتاعت البروسيسور بتمشي في القناه دي لحد ما توصل هنا، والمروحه وظيفتها انها تطرد السخونيه، فانت هتلاقي معظم السخونيه جايه من الناحيه دي من ورا اللابتوب. ده مكان كارت الوان اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيشغل خط، وده اللابتوب ده ما فيهوش كارت وان. ودي كارت الوايرلس اللي هي بتشتغل معاك عن طريق الواي فاي. هتلاقي هنا السماعتين بتاعته زي ما انا قلت لك من تحت هنا، تغييرهم سهل جدا لو انت عايز تغير السماعات دي في اي وقت، وبرده تنظيف اللابتوب ده سهل. دي مكان البطاريه بتاعته اللي هي بتحافظ على الوقت والتاريخ يفضل متسيف ما بيتغيرش كل فتره. بس يا سيدي اللابتوب سيمبل زي ما انت شايف كده من جوه، ما فيهوش اي تفاصيل كتيره، كلها حاجات بسيطه. البطاريه والاس اس دي والمروحه بتاعته والسماعات والرامات وبطاريه الوقت والتاريخ، انا شايف ان كلها حاجات بسيطه. لو انت عايز تنظف اللابتوب في البيت بتفكه بكل سهوله وترفع سوكت البطاريه وتنظف وترجع تقفل من اول وجديد. بعد ما شفنا كل حاجه من جوه هنبتدي نقفل اللابتوب تاني بسم الله.
قفلنا اللابتوب وهنبتدي نشغله تاني من اول وجديد. هندوس على زر الباور بسم الله. ودلوقتي جه ميعادنا اننا نجرب شويه جيمز على اللابتوب. احنا جبنا طبعا جيمز متوسطه زي بيس 17 وجربناها عليه وما شاء الله اشتغلت كويس جدا وما هنجتش معانا، بس طبعا عملناها على اعدادات متوسطه مش اعلى اعدادات، مع ان ده كارت شاشه انتل كارت مهمك بس برده بيشغل العاب متوسطه، لان مفيش حاجه اسمها لابتوب ما بيشغلش العاب. اي لابتوب بيشغل العاب بس على حسب جوده الالعاب او اللابتوب اللي يقدر يستحمل العاب لحد ايه. وكمان جربنا عليه لعبه جاتا في وما شاء الله برده شغاله كويس جدا وما هنجتش معانا وعدينا بيها ليفل كويس برده. ده غير ان احنا جربنا الفوتوشوب والاستريتور وبرده كانوا شغالين كويس جدا عليه من غير اي تهنيج او لاج. وكمان فتحنا عليه الاوتوكاد 2020 وشغال كويس جدا اهو بسم الله ما شاء الله. فتحنا عليه مشروع بسيط وما شاء الله اداؤه كان كويس جدا. فلو انت بتدور على حاجه بسعر متوسط تحت ال 10000 جنيه وكمان بتشغل فوتوشوب والاستريتور اوتوكاد وكمان بروسيسور اتش، فانصحك باللابتوب ده جدا. في كل الاوبشن اللي انت عايزه، تاتش سكرين وفول اتش دي وكمان جيل تامن فئه اتش وشكله حلو، وزنه خفيف وصغير، اللابتوب تتنقل بيه بسهوله وكمان سعره تحت ال 10000 جنيه. فانصحك باللابتوب ده وبشده، بس انت هتدوخ عليه شويه لان ده نادر مش موجود كتير. الموديل اللي هو ديل لاتيتيود 5491. بعد بقى ما فتحنا اللابتوب من جوه شفنا فيه ايه وجربنا عليه العاب وبرامج تصميم. دلوقتي جه ميعادنا ان احنا نقول عيوب ومميزات اللابتوب ده. بس قبل ما اقول لك عيوب ومميزات اللابتوب ده ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. بقدم محتوى جامد جدا بخصوص اللابتوبات الاستيراد خارج. بص يا سيدي، اول عيب انا شايفه في كل موديلات الديل لاتيتيود ان هو بيبصم بسرعه. لو انت حطيت ايدك عليه زي ما انت شايف كده، بص كل دي بصمات من ايدي، بيبصم بسرعه جدا، هيحتاج منك تنظيف كل شويه. لو انت موسوس من حوار النظافه ده فانت مضطر تمشي بوايبس كتير عشان تقدر تنظف اللابتوب ده كل شويه. تاني عيب وانا مش شايفه عيب في اللابتوب ده لان سعره مقابل القيمه اللي هو بيأديها من غير كارت شاشه. ما فيهوش كارت شاشه انفيديا، لان لو في كارت سعره طبعا هيبقى اغلى من كده بكتير، وده مش ما يعتبرش برده عيب فيه. شاشه اللابتوب ده مش فريم ليس قوي، كان ممكن تكون فريم ليس اكتر من كده، بس الفئه دي من فئه اتيتيود اللي هي 5490 او 5491 بتبقى مش فريم ليس قوي. وطبعا لون اللابتوب اسود والحاجات دي انا بحب فيها اللون السيلفر، والكليكات برده دي ما بحبهاش. بس الفئه دي اللي هي من فئه الجيل السادس والسابع والثامن مش الشكل ده، اللي هي 5400 من فئه ال 5000 كلها بتبقى الستايل ده، ودي مش عيوب في اللابتوب. نيجي بقى للمميزات بتاعه اللابتوب ده، فانت ما تعدش المميزات بتاعته. لابتوب تاتش سكرين جيل 8 فئه اتش، شاشته 180 درجه، في كل المخارج، كيبورد لايت، في كاميرا ومايك وصوته عالي جدا، في كل حاجه انت ممكن تحتاجها، وكمان سعره تحت ال 10000 جنيه. فانا شايف اللابتوب ده احسن قيمه مقابل سعر، بس ان انت تلاقيه في السوق ده من النادر شويه. ودلوقتي جه ميعادنا لمتوسط سعر اللابتوب ده. متوسط سعر اللابتوب ده من 9000 جنيه برامات 8 و256 جيجا الى 10500 جنيه على حسب طبعا الوقت اللي انت بتشتري فيه اللابتوب، او على حسب القطعه اللي انت بتشتريها سواء فرز اول او فرز تاني، او المستورد او المورد لللابتوب ده شاريه بكام وحاطط عليه هامش ربح كام. وانا شايف بسم الله ما شاء الله ان اللابتوب ده يعني قيمه مقابل سعر، خصوصا ان هو من فئه اتش وكمان في شاشه تاتش سكرين. طبعا دي ميزه لو انت قارنته باللابتوبات التانيه من فئه السعر بتاعته هتلاقي من فئات يو كتير جدا وفي نفس متوسط السعر بتاعه. ودلوقتي وصلنا لنهايه حلقتنا، اتمنى اكون فدتكم في الموديل بتاعنا اللي هو ديل لاتيتيود 5491. استنوني في الحلقه الجايه ولابتوب تاني هنعمله مراجعه من اول للاخر. كان معاكم احمد من ميجا ستور، اشوفكم في الحلقه الجايه على خير.